شرعه الله الكلمة السامية تليها. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السادة، يقول الشاعر: وقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. هذوك الناس اللي جيتوا تشفعوا فيهم هما قبل ما يكونوا من ذويكم وأهليكم هما قبل كل شيء أبنائنا. وفي بعض الأحيان التربية أو التأديب هي علامة المحبة، وكنا نعتبرهم على أنهم ناس خارجين من العائلة والأسرة الكبيرة متاعنا، كون خديناهم في السيارة ووصلناهم بعض الحدود، ولكن اعتبرنا أنهم ديالنا ومتاعنا. ولكن كما قلت لعب بهم الغرور كما لعب الغرور بآخرين، وكونوا على يقين أن استجبنا من الآن لرغبتكم، ولو جئتم قبل هذا الوقت لاستجبنا لكم. تعرفوني ما يمكن ليش نردكم في شي حاجة، بالأخص أنتم أبناء الأقاليم الصحراوية، لأن المدة اللي بقينا مفروقين بكم عليكم مدة فوق 50 سنة، هذيك المدة ما جاتش ما كبرت في القلوب لا من جهتكم ولا من جهتنا إلا أغصان المحبة، وثبتات كذلك في القلوب والمشاعر أحبال نتاع التعلق المتبادل. لي اليقين على أن حتى إخوانهم اللي مغرورين هما في الخارج لا زالت الأبواب مفتوحة لهم، لأنه ما تتصورش لي في بالي أن الإنسان يشوف الضوء والنور ويشوف الظلام ويختار الظلام. في الغالب هاد الناس هادو اللي في الخارج محتجزين، ولأنهم ما عندهمش حرية التصرف، ولو كانت عندهم حرية التحرك وحرية السفر والتنقل لكانوا من الأولين اللي التحقوا ببلدهم. ومع ذلك فنحن لا نيأس لأن قبل كل شيء لي اليقين أن الخلايا متاعهم والسلالات متاعهم اللي ممكونين منها اللحم متاعهم ودمهم، كيفما كان كما تيقولوا عندنا في المثل تتعرفوه العامي: الدم تيغير، لا بدا واحد النهار داك الدم غادي يغير وتجي الغيره وغادي يلتحقوا. فلهذا انا كما قلت لكم كل شيء ردكم في اي شيء، وكون جيتوا قبل هذا اليوم كون قلت لكم نعم. وانا معتمد عليكم باش هذوك السادات ما يرجعوا لمحلاتهم، باش انتم ضامنينهم على انه غادي يبقوا مستقيمين ويعرفوا الطريق الجاده. وهذه شي مشينا فينا احنا العلويين منذ ان اتلينا خدمه لهذه البلاد عرش اسلافنا واجدادنا، مقتدين في ذلك بجدنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يرحم ويقسو، ولكن يرحم دائما، لأن قبل كل شيء الله لا يريد تعذيب المذنب، إنما يريد توبته ورجوعه إلى الطريق. فسيروا على بركة الله وعرفوا قولوا لخوتكم كلهم، لا اللي في المجلس الاستشاري ولا غيرهم، إن مكانتكم في قلبنا راه هي مكانة خاصة، راه باقي ما تتعرفوش شنو مكانتكم عندنا. قولوا لهم، ونطلب لكم ربي التوفيق ولولادكم ولولاد ولادكم، وخليكم مستورين وسعداء ودائما مرفوعين الراس، ودائما متمتعين بهذا الحدث اللي قلت لكم، بهذا العطف الخاص اللي بيننا وبينكم. والسلام عليكم ورحمة الله.